الله الرحمن الرحيم. أتوجه بهذا الخطاب إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية المحترمون. بعد التحية، اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء، ومؤتمر القمة العربية ينعقد في مصر الكنانة في شرم الشيخ، وفي مقدمة جدول أعماله هو الوضع الراهن في اليمن، بلدكم الثاني، منبع العروبة وموطن العرب الأول، الإخوة الأشقاء قادة الدول العربية. اسمحوا لي أن أستعرض معكم الأزمة الراهنة في اليمن منذ 2011 وحتى اليوم. بدأت هذه الأزمة منذ 2011 ما يسمى بالربيع العربي، والذي عمت أكثر من قطر عربي، ليس في اليمن فحسب ولكن في عدد من الأقطار العربية. إنني أتحدث معكم وقلبي يقطر دما على ما يعاني هذا الوطن من إراقة للدم وإزهاق للأرواح منذ 2011 وحتى اليوم، وعلى وجه الخصوص الغارات الجوية الأخيرة خلال الثلاثة الأيام الماضية على المواطنين العزل الذي قتلت المئات من النساء والأطفال والشيوخ، لا لسبب إلا لأن السبب هو ذلك الرئيس المستقيل الذي لم يعرف أن يدير شؤون الدولة ويهمه السلطة والبقاء في السلطة، على الرغم من أن المبادرة الخليجية حدت الفترة الانتقالية بسنتين وانتهت ولايته في 2014 22 فبراير، إلا أنه أصر على البقاء في السلطة وحاول التمديد من خلال الحوار. تعرض الوطن إلى متاعب كثيرة، وتحدثنا كثيرا إن هذه القيادة التي لن تستطيع أن تتحمل المسؤولية وقيادة الوطن وإدارة دفة الحكم. اسمحوا لي أنه في 2011 تجنبا للصراع وتجنبا لإراقة الدم تبنى المؤتمر الشعبي العام، وأنا كنت على رأس القيادة، بصنع مبادرة تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي، وذهبنا بهذه المبادرة إلى الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي فجزاهم الله خير، فتبنوا هذه المبادرة. وجاءت هذه المبادرة لنقل السلطة سلميا دون أن تراق الدماء، ونقلناها بالفعل سلميا، لا ضرر ولا ضرار. انتقلت سلميا، ولكنه لن يعرف أن يدير دفة الحكم. تحالف مع حركة الإخوان المسلمين، وتحالف مع اللقاء المشترك، وتحالف مع كثير من القوى السياسيين لضرب كل مكون سياسي ضد المكون الآخر. وفي المقدمة هو ضرب المؤتمر الشعبي العام وقيادته المجربة وكوادره المخلصة وكل الكفاءات في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي. الإخوة الأعزاء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، أتحدث معكم بمرارة إن الأزمة الموجودة في اليمن منذ 2011 هو صراع على السلطة بين كل المكونات، وفي المقدمة حركة الإخوان المسلمين وبقية المكونات السياسية. أما نحن في المؤتمر الشعبي العام فسلمنا السلطة طواعية دون إكراه، حرصا منا على حقن الدم اليمني، وأن يتعلم الآخرون منا أننا لسنا محتكرين على السلطة ومتشبثين بكراسي السلطة، فلتنتقل السلطة
ولدينا تجربة نحن في المؤتمر الشعبي العام، وأنا على رأس هذه القيادة 33 عام، عانينا فيها كل الصعوبات، وعملنا ما استطعنا أن نعمله لشعبنا اليمني الذي دمروها الآن في 4 سنوات. دمروا البنية التحتية، دمروا المنشآت، دمروا المؤسسة العسكرية والأمنية التي بنيت على أسس علمية وأوجدت الكفاءات بحجة إعادة الهيكلة، وكأنها كانت مؤسسة محصورة في قرية أو في منطقة بذاتها، ولكنها مؤسسة وطنية، وأستطيع أقول أنها المؤسسة الوطنية الشامخة والرائدة التي تضم كل أبناء الوطن الواحد، ليس كما هو حاصل الآن. دمروا المؤسسة العسكرية، وهذا مشروع نعرف لماذا دمروا هذه المؤسسة، لأن تتحرك الفوضى في المنطقة وعدم الاستقرار. الفوضى في البلد يعني لا بنية تحتية، لا اقتصاد، لا أمن، لا استقرار، بل صراع على السلطة. أصحاب الجلالة، أصحاب الفخامة، أصحاب السمو، أتحدث معكم وأتمنى لانعقاد مؤتمركم التوفيق والسداد والنجاح، وأن تعمل هذه القمة على وقف الضربات العسكرية على الجمهورية اليمنية وطنكم الثاني اليمن، وأن تتدخلوا على الفور للأخذ بأيدي كل اليمنيين إلى طاولة المفاوضات لاستكمال المفاوضات واستكمال الحوار الذي بدأناه منذ أشهر. استكمال هذا الحوار هو الحل الأمثل لحل المشكلة، وليست الضربات العسكرية. وأتمنى على الأشقاء أن لا يكابروا وأن يراهنوا على جواد خاسر. لقد راهنوا على هذا الجواد 4 سنوات، والآن يراهنون عليه ولن يوصلهم إلى طريق. الأخوة الأشقاء، قودنا إلى طاولة الحوار، والحكم هو صناديق الاقتراع، وقودنا وقودوا كل المكونات السياسية، وستكون معكم إلى طاولة الحوار، ونحتكم إلى صناديق الاقتراع في إطار التبادل السلمي للسلطة. الإخوة الأشقاء، في القمة العربية المنعقدة في شرم الشيخ، الإخوة الأعزاء، أنا أناشدكم وأناشد ضمائركم أن ترحموا أطفالكم ونسائكم وإخوانكم وأشقائكم في اليمن من هذه الضربة البربرية التي ليس لها أي مبرر. الإخوة الأعزاء، قادة الدول العربية، مأساة كبيرة في اليمن، لا تجدنا مأساة فوما نحن نعاني من 4 سنوات، 4 سنوات من الصراع، 4 سنوات من الجفاف، 4 سنوات من التجويع، 4 سنوات من إقلاق الأمر. نحن نقبل بأي رئيس يطلع من أي مكون سياسي، وأنا أعدكم وأنا في المؤتمر الشعبي العام لا أنا ولا أقربائي نترشح لهذه الرئاسة، لا نترشح لهذه الرئاسة رغم أنه من حقنا دستوريا وقانونيا، لكن نعدكم من أجل أن يعني تحل هذه المشكلة يترشح أي مواطن ونحن نصوت مثل ما صوتنا لهذه. وأنا كنت في الولايات المتحدة الأمريكية في 2011 في بداية 2012 دعوت الشعب اليمني إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع، وذلك لينتخب عبد ربه منصور هادي. ونطلب من الأشقاء وفي المقدمة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وهي الجارة الكبرى، أن تأخذ بأيدي اليمنيين، فنحن نقدر لها تقديرا عاليا احتضانها لأكثر من 1,700,000 مواطن يمني يعيشون في المملكة. هذا نقدره تقدير عالي. فإذا نقدر لها تقدير عالي إذا أوقفت ضرباتها الجوية وساعدت على الحوار، ينتقل هذا الحوار إلى أي مكان آخر غير اليمن تحت رعاية الجامعة العربية أو الأمم المتحدة لحل المشكلة سلميا. لن تحل بالضربات، وتزيدها إلا مأساة
ولا تزيدها إلا جرحا فوق الجرح، فوق الجراح السابقة. خلونا نعالج الجراح، نعالج جراح الماضي ونعالج جراح الحاضر. أنا أأمل من أشقائنا في المملكة العربية السعودية وكذلك أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي التعاون من أجل إخراج اليمن من هذه المحنة التي يعيشها خلال هذه السنوات الأربع الذي مضت. لا نعلق عمل إلا على الله سبحانه وتعالى وعلى أشقائنا، ونقول للأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها كمؤسسة دولية وألا تتحول إلى طرف، ونطلب رفع الحصار على الشعب اليمني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو. أتكلم معاكم وأحملكم كامل المسؤولية إراقة أي قطرة دم بعد اليوم. أنا أناشدكم باسم المؤتمر الشعبي العام وباسم أبناء الشعب اليمني العظيم، وأتوجه إلى أبناء شعبنا اليمني الصامد، الشعب اليمني الصابر، الشعب اليمني المناضل، الشعب اليمني الجسور، أن يتحمل وأن لا ينفعل وأن يتماسك وأن يوقف أعمال العنف في أي محافظة، وأن لا ينجر لأعمال العنف ضد أي مكون سياسي على الإطلاق. أوقفوا إطلاق النار، أوقفوا إطلاق النار في أي مكان، في أي منطقة.